السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة هنتكلم على موضوع منتخب مصر. طبعا موضوع منتخب مصر بصراحة يعني خرجنا بالشكل يعني مغزي مغزي، وللكرة المصرية شكلنا وحش جدا. وبعدين اللعيبة دي اللي بتاخد ملايين، النهارده الواحد بيشوف منتخب فلسطين كان بيلعب السعودية. بصراحة يعني منتخب جامد جدا. والمنتخبات اللي طبعا يعني بدأ الكرة بعدينا بقت حاجة عالية جدا. يعني منتخب الأردن عن شكل كويس جدا. منتخبات كتيرة جدا عاملة شكل كويس. احنا نطلع من الدور الأول ويا ريتنا لعبنا كورة. لا، ده احنا ما لعبناش كورة أساسا، احنا ما رحناش البطولة دي خالص. بطولة العرب دي احنا ما كناش أساسا شاركنا أحسن. عشان كده شكل الكرة المصرية وحش. ولسه برضو عندنا إن شاء الله كأس الأمم الأفريقية. طبعا ربنا يستر. بصراحة الكرة المصرية لا تسر عدو ولا حبيب. أنا بتكلم باللغة يعني باللغة بتاعت الشارع اللي الناس بتتكلم بيها. مصر يا جماعة شكلها بقى في الكورة يعني الناس واخدة عننا انطباع إن إحنا. طبعا مصر كانت جامدة كرويا. إيه اللي بيحصل؟ الكابتن حلمي طولان والله العظيم أنا بحبه على المستوى الشخصي، بحب حلمي طولان جدا. بس يا جماعة برضو أما تجيب واحد عنده 75 سنة، معلش يعني ما هي برضو 75 سنة كتير. انت عندك مدربين صغيرين في السن. كده كده يعني انت حتى ما انت طلعت يعني خسرت لك ماتشين او 3 ماتشات وطلعت من البطولة. ايه المشكلة ان انا اجرب بمدرب شاب يعني؟ لكن كده يا جماعة ما والله العظيم ما ينفع كده. الناس بتتعب. الناس كده بيجي لها يعني اقول ايه، عندهم ضغط وسكر يا جماعة الكرة المصرية برضو بتفرح الناس اللي ماشيين في الشارع. على قد رغم ان ضغوط الحياة وكده الكورة برضو يعني تخلي الناس تخرج شوية من اللي هي فيه. انا هقول ايه بس؟ فربنا يستر على اللي جاي وربنا يسهل. يا رب نبقى احنا ظننا يعني ما يبقاش مظبوط. يبقى الناس تقدم لنا كرة كويسة. وبرضو انا زي ما انا متعود ان انا اني بعمل فيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير. ولو في حاجة في التعليقات برضو تقولوا لنا. وان شاء الله زي ما انا متعود اقول مساءكم ورد وفل وخير وبركة من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.